لما بتسمع سيرة الانقراض لأي حيوان دلوقتي بتكون متأثر جدا وزعلان من الخبر، بل ونفسك كمان إنك تساعد على عدم انقراض الحيوان دوت. ولكن من ملايين السنين كان انقراض الحيوانات دي في ظل وجود الإنسان نعمة كبيرة، وتشكر إيدك وش وظهر عليها. في الفيديو ده هنقولك على حيوانات تشكر ربنا إن هم انقرضوا، ولو ما اشتركتش معانا اشترك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. السمايلدون. الكائن ده معظمنا شاف فيديوهات تخيلية ليه في الأفلام، والمفروض إن السمايلدون كان من فصيلة القطط، بس تعال أقولك على شوية حاجات ما كنتش ينفع تشوفها في الأفلام. السمايلدون كان أضخم أنواع القطط وأكبرها وأشرسها كمان، اللي لو كان موجود دلوقتي ما كناش هنسمع لقب ملك الغابة ده على الأسد أصلا، ويمكن ما كنت سمعت عن الأسد نفسه. السمايلدون كان وزنه بيوصل ل 400 كيلو جرام، وارتفاع جسمه بيوصل لمتر وعشرين سنتي، واسنانه كان طولها ل20 سنتي. السمايلدون كان بيعتمد في أكله على أضخم أنواع الحيوانات لحما، وكان بياكل أي حاجة ضخمة بتحتوي على لحمة، وكان ممكن ياكل الفصائل اللي زيه ولكن الأصغر في الحجم. ويقال إن سبب انقراضها اعتمادها الدائم على الحيوانات الضخمة اللي اختفت، وتباعا انقرض السمايلدون. وسبب اختفاء الحيوانات الضخمة كان البشر في العصر الجليدي اللي كانوا بيصطادوه لاحتياجاتهم في اللبس والأكل، حتى اختفت السمايلدون تماما. البنتاكوبترس. تخيل وجود عقرب ضخم زي دوت، يا ترى احساسك هيبقى عامل ازاي؟ البنتاكوبترس كان عبارة عن عقرب مائي طوله بيوصل ل 2 متر، وتم اكتشاف المعلومات دي عن طريق العلماء لحفريات في 2015، وكانوا بيقولوا عنه انه كان موجود قبل الديناصورات بكتير. وعلى عكس العقارب اللي نعرفها دلوقتي، الا ان العقرب ده ما كانش سام اطلاقا، وانقرض لاسباب غير معلومة، واللي فضل عنه لحد دلوقتي شوية حفريات. الهالوسيجينيا. الهالوسيجينيا عبارة عن كائن أنبوبي زي الدودة بالظبط، بيتراوح طوله من سنتي ل5 سنتي، وبيحتوي على 14 ل 16 رجل. صغير قوي مش كده؟ متستعجلش قوي، لأنها كانت بتحتوي على شوك سام جدا في ظهرها، اللي كان ممكن تدوس عليه من غير ما تحس وتموت بعدها. ولحد دلوقتي في خلاف بين العلماء عن مكان راسها وديلها، وما اتحلش لحد دلوقتي، والحمد لله إنها انقرضت. جيجانتوبوسيكس. القرد الضخم ده كان طوله 4 متر، ووزنه بيوصل ل 450 كيلو جرام. على قد الحجم الكبير والعضلات دي، إلا إن العلماء بعد دراسة الفك والأسنان أكدوا إنه كان بيتغذى على الزرع والأعشاب، وبسبب طوله ما كانش محتاج إنه يعمل مجهود تماما أو يتسلق الأشجار زي القرود بتاعت الأيام دي. وكان قوي جدا لدرجة إنه ممكن يشيل 40 ضعف وزنه، ومن غير جيم ولا أوزان. وسبب انقراضه بسبب اختفاء أي حاجة بيتغذى عليها تماما في العصر الجليدي. نسر الهست. نسر الهست كان أضخم أنواع النسور اللي نعرفها لحد يومنا دوت. كل النسور اللي نعرفها بقدراتها الفائقة في الصيد والطيران وحمل أوزان ثقيلة ما تجيش حاجة جنب نسر الهست. نسر الهست كان بيوصل طوله لمتر وأربعين سنتي، ووزن الأنثى كان 15 كيلو، على عكس الذكر اللي كان ضعيف شوية وكان وزنه بيوصل ل10 كيلو. طول الجناح الواحد كان بيوصل ل3 متر، وده كان بيديه قدرة إنه يطير أطول وأسرع من أي نسر نعرفه دلوقتي. وكان بيتغذى على حيوانات 15 ضعف وزنه، ومن أكلاته المفضلة كان حيوان الماو، وده عبارة عن طائر عامل زي النعامة كده بس شكله غريب شوية. وفي القرن ال15 كان في شعب اسمه الماوري، وده كان عنده هواية صيد حيوان الماو لحد ما خلصوا على الحيوان ده تماما، وبكده قضوا على الطعام نسر الهست المفضل. وعشان كده اعتبر الهست الإنسان وليمته المفضلة التانية. فنسر بالحجم والقوة دي كان سهل يهجم على أي إنسان ويشل حركته بضوافره وياكله، والحمد لله إنه انقرض تماما. قرش الإيدوستوس. قرش الإيدوستوس كان مميز قوي بشكل فكه اللي شبه المقص، وكان عنده حاجة غريبة بتحصل في أسنانه. ما كانتش أسنانه بتقع، بل كانت بتطلع أسنان جديدة على القديمة، يعني تقريبا ما كانش عنده سنان بتقع. ده غير إنها كانت سنان بتتميز بطولها وصلابتها، وما ظنش إننا نحب يكون عايش لحد دلوقتي. كفاية علينا قروش اليومين دول. فوبرموس باتريشون. لو بتخاف من الفئران والحاجات الصغيرة اللي بتجري دي، فالكائن ده هو أسوأ كوابيسك. الحيوان ده كان عبارة عن فار، ولكن حجمه عامل زي الجاموسة أو الطور، وطوله كان بيوصل ل3 متر، ولكنه كان بيتغذى على الزرع والأعشاب، وانقرض من 8 مليون سنة. تعبان التيتانوبوا.
والنوع ده من التعابين العملاقة عاشت من قبل 60 مليون سنة. وعشان اوصفهولك لازم اقولك كم معلومة قبلها. اضخم تعبان تعرفه او تسمع عنه في الافلام هو الاناكوندا، واللي كان طوله بيوصل ل7 امتار، وطبعا ده بالنسبة لك فيلم رعب. ولكن خليني اقولك ان التيتانوبيا قد يوصل طولها ل15 متر، وده كان بيخليه يلف على اي حيوان ضخم زي الفيل بكل سهولة، ووزنها كان بيعدي ال1 طن. قطر جسم التعبان 1 متر، يعني بطنه تقدر تبلع بقرة مستريح. وعشان تعرف الفرق في الجسم تعالى اوريك الفقرتين دول. الفقرة الصغيرة دي للأناكوندا، أما الكبيرة كان بتاعة التيتانوبا. الميجانورا، الحشرة دي بقى ما كانتش زي أي حشرة تعيش معاها أو تهشها لو ضايقتك شوية، وهي في الشكل شبه حشرة اليعسوب مع اختلاف الأحجام طبعا. طول الجناح الواحد لحشرة الميجانورا كان بيوصل ل65 سنتيمتر، وكانت مفترسة جدا وبتتغذى على الحشرات التانية. وتم اكتشاف حفريات في فرنسا سنة 1880. ربنا يخلينا الشبشب طبعا. عظمية دانكل، الكائن ده عبارة عن سمكة عاشت من 350 مليون سنة، يعني قبل الديناصورات بشوية حلوين. سمكة دانكل كانت أكبر سمكة على وجه الأرض وقتها، كان طولها بيوصل ل6 أمتار ووزنها ل1 طن. كانت سمكة ناشفة جدا وعظمها قوي وجلدها سميك شوية، وكان فكها قوي جدا تقدر تكسر بيه أي عظم كائن حي مهما كان حجمه. معلوماتنا عن الحيوانات ما خلصتش، ياريت تشاركنا في الكومنتات تحت ايه هو اكتر حيوان في دول تقدر تعيش معاه. ولو عجبك الفيديو دوس لايك وشير الفيديو واشترك معانا وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.